نادين مخرجة ومن أصل لبناني وأم. مبروك على الطفل اللي عندك. شكرا. عمره 6 أشهر هلا؟ 6 أشهر. شو اسمه؟ وليد. الله يخلي لك إياه، الله يخلي لك وليد. تسلمي. نحكي عن الفيديو كليب واللي هو فعلا شهر نادين بالبلاد العربية. الفيديو كليب اللي عملتيها كانت بفترة فيها إغراءات كثيرة، وبيستخدموا بالفيديو كليب جسم المرأة والإغراءات الكثيرة. أنت جيتي بستايل ثاني وعملتي فيديو كليب اللي هي رجوع يعني لعالم السينما الأربعينات بالقاهرة وهيك شيء. من وين أجتك الفكرة؟ هلا هو أول شيء أنا عندي حنين لهالفترة بالسينما المصرية بالذات. بالأول أنا ما كنت كثير مع فكرة الفيديو كليب، يعني بالنسبة لي كنت بعيدة عن هالمجال. مثل ما قلت لي كان حلم السينما وبدي أعمل فيلم سينما، وهيدا المخطط يعني اللي عم ماشي فيه. بس لما اجتني الفرصة أعمل كليب حسيت إنه ممكن من خلال الكليب بعد مرة جرب شيء تاني، اختبر حالي بغير طريقة. وبلشت بالنسبة لي فكرة، بلشت من هون التجارب على المرأة، يعني تجارب على صورة المرأة، كيف تظهر للناس، إظهار العفوية عند المرأة، إظهار الشخصية القوية. يعني بالنسبة لي خلقت نموذج ممكن حيلا بنت أو أنا كبنت عربية ممكن حب إنه أشبهها أو أكون مثلها، أو يمكن ما أعمل كل شيء مثلها، بس كون عفوية مثلها، ما خاف من جسمي. يعني في عنا مشكلة كتير كبيرة عنا بالعالم العربي، بس حاسة أنا عم نتخطيها هلأ. هي الست العربية بتخاف من جسمها، ما في بس في انت صرتي علاقة بالجسد كتير معقدة. امتى النقطة اللي انت قلتي خلص رح أكسر مع الأشياء السابقة ورح أتشجع وأعمل الفيلم؟ بفتكر إنه كانت فترة مثل ما قلت لك، أنا كنت عم بختبر صورة المرأة العربية، أو عم بخلق صورة مرأة عربية ممكن أنا كبنت عربية حب اشبهها او حب كون مثلها او افهمها. صرت اطلع حوالي ليه انه النساء العربيات بحس في مشاكل، يعني بعد في منا مرتاحين مع جسمنا، بعد في كتير مواضيع ما عم نقدر نواجهها، ما عم نقدر نحلها. بالواجهة شكلنا كتير مودرن، شكلنا كتير متحضر، بس داخليا بالداخل بعد عنا كتير عقد نفسية، وبعد عنا كتير مشاكل ما عم نقدر نحلها. فثاقبت انه بالوقت اللي كنت عم فكر بهالمواضيع تعرفت على المنتجة تبعيتي، وهي منتجة فرنسوية اجت على لبنان واجتمعنا مع بعض أنا بدي أقول إنه فعلا نادين ممثلة رائعة ومخرجة، ومن أقل المخرجين اللي أخذت ميزانياتها مش من مناطق عربية، كمان من الغرب، واللي هو شيء صعب جدا إنه تجيبي شركة فرنسية تستثمر بمشروع عربي. وبهاي الفترة بعد سبتمبر، بعد 11 سبتمبر، مشروع عربي عن النساء العرب. كيف حدث؟ صراحة هيدي شغلة كتير مثل معجزة صارت معي. عادة تكتبي فيلم وبعدين بتروحي بتدقي ابواب العالم وبتفتشي على منتجين وبتجربي يعني كل الطرق، حتى بتجربي بالعالم العربي، بتجربي برا. انا صار العكس معي، بعد ما كنت كتبت الفيلم تعرفت على المنتجة الفرنسوية وقررت تساعدني، يعني انه انت قلت لها على الفكرة. يعني قلت لها على الفكرة، قلت لها بدي احكي عن الست المرأة اللبنانية والمرأة العربية. حبت الفكرة وساعدتني يعني. بس انا بعتبر حالي محظوظة، يعني مش بس المثابرة، انه انا بعترف انه مش بس المثابرة والحلم وانك تلحقي هالحلم، كمان كان في كمان عوامل ربانية يمكن ما بعرف كيف ساعدتني عملت الفيلم. نادين، من سرية سكر البنات، يعني العلاقة بين النساء لما بيعملوا الحلاوة، لسرية العلاقات داخل الفيلم، سرية مثلا البطلة الأولى اللي أنت لعبتيها ليال، اللي كانت بعلاقة مع رجل متزوج. واحدة من البطلات كان عندها هوية جنسية مش عادية ممكن أقول، أو مختلفة. واحدة من البطلات كانت بدها تتزوج وكانت ممارسة الجنس سابقا. فكل هاي الأشياء كيف فكرتي فيها؟ مثل ما قلت لك قبل، يعني بتحسي المرأة العربية في عندها كتير شغف بشخصيتها
وشغف للحياة، بتحسيها مرأة فيها كتير، عندها كتير طاقات، بس بذات الوقت مثل كأنه في حواجز المجتمع، يعني نظرة الآخر إلها تقيلة عليها، في عندها وقع كتير تقيل عليها. فبتحسي المرأة العربية مثل كأنها بتعيش الاشياء اللي بدها تعيشها بالمخفى بالسر، يعني في كتير، في شرخ كبير بين شو بدها، مين هي، مين بدها تكون، شو بدها تكون، وبين شو بتسمح لنفسها تكون، يعني الاشياء اللي بتسمح لنفسها تعيشها. ففي كتير اشياء نادين بتسمح. انت كسرت الحواجز لانه تعرضي على الشاشه وبطريقه كثير حلوه وكثير مؤدبه، يعني علاقات وتظهريها على الشاشه ويكون معترف فيها بهالطريقه، مش بس باوروبا، يعني اوروبا اعطوكي جوائز وعرضتي بكان وهيك اشياء. كيف قدرتي تجمعي هاي الاشياء مع بعض؟ بفتكر انه كمان الطريقه اللي انطرحت المواضيع بطريقه كتير مهذبه، يعني مش بس مهذبه وناعمه، يعني بتحذر الاشياء بدون ما تشوفيها مزبوط، بتحسي فيها بدون ما تسمعي عنها مزبوط، يعني في كتير اشياء تفهميها بدون ما حدا يفسر لك اياها، وبدون ما حدا بيقولوا سبون فيدينج بالانجليزي، وبدون ما حدا بالملعقه يطعميكي اياها بالملعقه، فكله. وكمان حتى بالضحك، يعني الاشياء اللي فيها سخريه والاشياء اللي بتضحك كمان بتخليك تمرقي كتير اشياء بسهوله، يعني الفيلم ما لقى نقد سلبي، لا بالعكس، مع انه بالعكس عم بيحكي عن مواضيع كثير ممكن تمس بالرأي العام، وفي كثير اشياء مواضيع ممكن واحد ما يسترجي يتطرق لها، بس كله مرق، لانه انا اصلا ما بآمن انك تصدمي الشخص، اذا بدك تفسري له شيء ما بآمن انك تصدميه تفسري له الشغله، ممكن تمرقي له اياها بطريقه كثير ناعمه وكثير مهذبه ويوصل المسج بدون ما انت تتصادمي معه. بعد الفاصل بدنا نرجع نتكلم مع نادين عن صوتها اللي هو ناعم ومش بس عن صوتها، كمان طبيعتها كمخرجه وكممثله، وكيف تقدر توافق بين الاثنين. نرجع لحديثنا مع نادين لبكي. نادين، انت ممثله كمان ومثلتي الدور الرئيسي بهذا الفيلم، واحد من الادوار الرئيسيه، كان من الصعب تمثلي وتخرجي بنفس الوقت؟ ايه صعب، مش هين، يعني اول شيء كانت الديسيجن كتير صعبه، لانه بتعرفي اول فيلم، واكيد في رغبه انه مثل هالدور، وبذات الوقت في خوف، لانه اول فيلم في صعوبه انك تقدري تعملي اثنين. اخذتني وقت اخذ هالقرار، بس تشجعت لما بلشت بالاوديشن، وبلشت اذا بدك شوف الممثلين والممثلات، بما انه هن لاول مره بيمثلوا كلهم ما عدا شخص واحد بالفيلم اللي هو عادل كرم، الباقي كلهم اول مره بيمثلوا. لاحظت انه لما عم بكون انا معهم بالمشهد، يعني عم بمثل معهم المشهد، رح بتساعديهم اكثر. حسيت انه بساعدهم وقريبه منهم، يعني صرنا اصحاب، بطلت نظره المخرج بتخافي منه وعم بيعطيكي ارشادات ومانك عارفه اذا عم تعملي شيء صح ولا غلط. فلما النقاد بيقولوا انه انت اخذت التكنيك تبع الفيديو كليبات وحطيتيها بالسينما، بيزعجك هذا الشيء؟ بيزعجني شوي، لانه هيدا تقدير هيك سريع، يعني وهيك انه هينه واحد اذا بدك ينقد ويتفلسف هيك كثير هينه. تفتكري عشانك امرأة؟ لا ما بفتكر عشان، يعني انا ما ولا مره حسيت انه انا محاربه لاني انا امراه. هيدا الشغل شغلنا كثير صعب، كمان يعني صعب بفتكر لاي رجل بيشتغل بهيدا المجال، كمان بس اغلب المخرجين فعلا رجال. ايه اوكي، فانه تبدي بمجال اللي انا ما حسيت صعوبه لاني امراه، يمكن لانه ما ربيت على هيدي الفكره، وهيدا الشيء ساعدني. يمكن الصعوبه ما حسيت فيها، يمكن الناس حوالي كانت عم بتهاجمني وعم بتحاربني، بس في نوع من هيك غطاء بتحمي حالك فيه، وبتعيشي بحلمك، بتسابري بحلمك. من اول لحظه تركتي بصمه. رح تترك الفيديو كليب، ولا محتمل انه انت فنانه متعدده ورح تعملي كل شيء؟ محتمل انه ارجع اشتغل كليب، اكيد مش بالكثافه اللي كنت اشتغل فيها قبل، بس محتمل كثير، مش اعتزلت
كليبات وهيك، لا ابدا. نادين، انا بعرف انه انعرض عليك بعد سكر بنات اشياء عديده جدا وافلام كثيره جدا وبالذات مش بس ببيروت وبلبنان، بمناطق عربيه متعدده، مصر منها، وانت رفضتي، لماذا؟ خايفه، مش جاهزه؟ لا، لانه تعودت اشتغل لحديت هلا مع قلب، يعني اشتغل يعني اوقات في اشياء ما بتحكي احاسيسك، يعني اكيد بيكون شغله سكريبت كثير مكتوب منيح، قصه كثير حلوه او دور كثير مهم، بس ما بتحسي حالك فيه، او ما بتحسي انه انت ممكن تعطي شيء منك، او ما بتحسي انك عم تعبري عن نفسك من خلال هيدا يعني الدور. ما وصلتيش لحد الان شيء على مستوى اللي فعلا يشجعك ترجعي؟ مش قصه مستوى، في مستوى كتير عالي، بس ممكن يجيني مثلا عرض فيلم اكشن كتير كبير، بس انا ما بعرف، مش ما بعرف اعمل اكشن، ما بحس بدي اعمل اكشن، ما عندي هالشغف او هالحاجه انه اعمل فيلم اكشن وسسبنس وقواص، مش انا. لما بتيجي كمخرجه لبنانيه وبتعرضي ببلد عربي اللي هو عنده صناعه سينمائيه عظيمه مثل مصر، كيف بيكون تقبل المخرجين بشكل عام المحليين او حتى الفنانين؟ انا رح احكيك عن تجربه سكر بنات. صراحه تجربه سكر بنات كانت كثير ايجابيه هون بمصر، يعني بعرف انه ما كانت هيدا الشيء ما صار مع غير افلام من قبل الجمهور قصدك؟ من قبل الجمهور، من قبل الصالات، من انه الموزعين، من قبل زملائك المخرجين اللي هم عايشين هون. يعني حسيتي انه زميل اتصل فيكي يقدم لك مساعده ولا تحيات ومساعده؟ لا، او شيء؟ اكيد في شيء، بس انه ما فيني اقول انه فيلم نجح بمصر مثل ما نجح بلبنان، او نجح بمصر حتى مثل ما نجح بفرنسا، اكيد لا. نجح بفرنسا اكثر من مصر؟ اكيد نجح بفرنسا اكثر من حيلا بلد بالعالم، يعني لانه المنتج كان فرنسي ولا لا؟ مش لانه المنتج كان فرنسي بس، يعني نجح بفرنسا وبايطاليا وباسبانيا اكثر من ما نجح ببلد عربي. كيف تفسري هذا الشيء؟ صراحة صدفة؟ ما بعرف، مش صدفة، في توزيع. هلا في اقبال للسينما برا اكثر ما في اقبال للسينما عنا، يعني ما عم بحكي عن مصر بعد في مشكله يتقبلوا الفيلم الاجنبي بمصر، وهيدي الشغله كلنا بنعرفها، او الفيلم العربي، يعني معودين على الافلام المصريه، وبعد عنا مشكله بسبب اللهجه تفتكري؟ ما بعرف اذا بسبب اللهجه ولا بسبب الثقافه، ولا اكيد في اللهجه، اكيد اللهجه لانه معودين على اللهجه تبعيتهم، وشغله يعني شغله طبيعيه. وكلنا اصلا بالبلاد العربيه كلنا بنعرف مصري، بس المصري ما بيعرف كل اللغات العربيه، بس البلاد العربيه كلها بتعرف مصري، بتعرف تحكي مصري وبتفهم المصري، لانه ربينا على الافلام المصريه، يعني في تاريخ سينما مصريه. بس الفرنسيين اللي هم ما بيحكوا اللغه العربيه وهيك شيء يتقبلوا قبلوا الفلم وحبوه جدا. في عندهم هيستوري من الافلام الاجنبيه اللي بغير لغه، يعني معودين على هالشيء، والمصريين معودين اقل، يعني قصدي. واضح. أكيد. بعد الفاصل رح نرجع نحكي مع نادين، وانا حابه كثير احكي مع شخص مؤثر على حياتك. انا بعرف انه ابوكي هداكي كاميرا وانت صغيره، وهاي الكاميرا انت استخدمتيها كثير، فهاي الكاميرا كانت بدايه الطريق. بعد الفاصل. شكرا. قبل ما بديتي تمثلي وتخرجي وتعملي فيديو كليب، مين كان مصدر، يعني مين كان المخرج اللي انت بتطلعي له كمثل؟ في كثير مخرجين مثل وودي آلن، في لارس فون ترير، في مخرجين بحب طريقه التفكير تبعهم، وبحب عرب الجرأة يعني تبعتهم. انت عم تبعدي على عرب اكيد. الله يرحمه مارون بغدادي، الله يرحمه. اكيد. بس من جيلك مثلا افلام يوسف شاهين القديمه، من جيلي في مخرجين من جيلي مثل زياد دويري، مثل هاني ابو اسعد، مثل مخرج لبناني وفلسطيني. مزبوط. مثل في كثير، هلا ما بدي اسمي لانه اكيد لانه ذاكرتي ضعيفه، واذا نسيت حدا بيزعلوا. لا ما اظنش، مش لهالدرجه. بتمنى انه فعلا للاسف العقليه العربيه هيك شوي، يعني
بياخذوا الاشياء بيرسونال، وليش انا ومش انا شخصي، وليش ما ذكرتنيش، وليش انا ما ذكرت، وليش انت تعرضتي لهيك مواقف؟ يعني انه حكيت شيء ايه شوي اكيد، خاصة بالصحافة ممكن كثير اوقات يتحرف الاشياء اللي بتقوليها اكيد، واشياء ناس بتنسيهم، يعني معودين ناخذ الاشياء بطريقة شخصية كثير. وبالسينما كمان، وبالسينما كمان اكيد، بالسينما كمان في كثير بعد ما تعودنا. ويمكن هذا الشيء موجود برا، ما بعرف، يمكن موجود برا يمكن مش موجود، انا ما اشتغلت برا تقلك، بس اكيد بتحسي في غيره، في مضايقات، في حرب شوي، في محاربات، في يعني هذا الشيء موجود. ما بعرف اذا موجود بس عنا ولا موجود وين ما كان بالعالم، لانه انا ما اشتغلت بعد برا تقلك. انت حسيتي مع سكر بنات انه هاي الحروب اللي بتحكي عنها، المعارك زادت او قلت؟ زادت شوي، ما في حروب بس في نقد هيك لاذع، نقد اوقات ما عنده محل يعني، وما في له لزوم. شو النقد اللاذع على سكر بنات وعلى عملك كفنانه اللي فعلا اثر عليك وجرحك؟ في اشياء مثل انه فيلم خفيف. فيلم انه ليش؟ لانه دغري اوتوماتيكمون انه بيحكي عن النساء، وفيلم ملون والنساء بتضحك فيه، والفيلم بيضحك، يعني دغري انه فيلم بيضحك بيصنف انه فيلم خفيف وتجاري بس، يعني انه ما في اي صفه فنيه للفيلم، او ما في وجهه نظر مخرج من وراها. في طريقه، لانه بيعتبروا انه ما عم نحكي عن الحرب، او ما بتشوفي انسان عم بيموت، ولا ما عم بتشوفي واحد عم يفجر حاله، يعني في صف اللي عم بينحكى عنه، ولا الموضوع اللي عم ينحكى عنه ممكن يكون تافه. من السهل فعلا لفيلم عربي انه ياخذ ميزانيه من الخارج او مساعده من الخارج، ولا صعب؟ انا مثلا لفيلمك الجديد اللي عم تكتبيه، قررتي مين اهين؟ صار اهين بكثير هلا، الابواب مفتوحه، يعني انا ممكن اعمل الفيلم اللي بدي اياه بالبادجت اللي بدي اياه مع الممثلين اللي بدي اياهم، يعني شغله مسؤوليه كبيره سهلت. يعني نجاح اول فيلم سهل، فتح الابواب، بس اكيد كثير صعب اول فيلم، تمويل اول فيلم كثير صعب يعني. ونحن محظوظين لانه في بلاد اجنبيه عم تهتم انها تنتج افلام عربيه. اوقات حتى نحن المنتجين العرب ما بيهتموا، يعني اوقات لانه بحسوا انه ما في منتوج من وراء الافلام العربيه، انه ما بيطلعوا كثير مصاري، ففي استلشاء شوي، بس بعد بدنا شويه شغل. او مهتمين باشخاص معينه يمكن حاسه؟ يمكن لا، مش ضروري انه اشخاص معينه، بس مهتمين اكثر بالناحيه التجاريه. لو انت تضطري تختاري لفيلم تخرجيه انت، نفسك كممثله او نفسك يعني بطله اولى او كبطله ثانيه، شو بتختاري؟ حسب يعني، ما حسب شو وين حاسه حالي اكثر. ما عندي مشكله يكون عندي دور ثاني او دور مش مهم بفيلم، اذا حاسه انه ممكن اعطي اكثر هالدور، او اكون صادقه اكثر بهالدور، او اكون ممكن تصدقيني اكثر كممثله بهالدور، ما في عندي مشكله. يعني ما عندك لا انه هلا عم مثل مثلا فيلم ودوري يمكن كثير بسيط الدور، بس واللي عم مثلتي كمان بايطاليا. ايه مزبوط، مثلت فيلم بايطاليا والدور كان كثير صغير، بس كانت التجربه حلوه، حسيت انه ممكن. مثلتي مع اعظم ممثلين الايطاليين، تونياتسي، ريكي تونياتسي وسيمونا اليساندرو غاسمان اللي هم من اعظم الممثلين الايطاليين. طب الممثلين العرب مثلا اقل منهم يعني بيختاروهم الاجانب لادوار حتى لو تكون عربيه قليلين فعلا، هيام عباس، انت وياسمين مصري، فكيف هذا بتفسر مع انه عندنا كميات وطاقات كبيره؟ كيف بتفسري هذا الشيء؟ انا بحس هالشيء هلا مثل ما قلت لك، في يعني في اكثر واكثر هلا اقبال للطاقه العربيه، وفي هلا نساء كثير لبنانيات وممثلات كثير عربيات عم يطلعوا لبرا، يعني بلشت هلا، وبفتكر رح تصير اكثر واكثر. مش انا كثير متفائله على هذا الشيء، يعني انه حاسه انه عم بتغير الوضع. اكيد عم بيتغير الوضع، أكيد. وحتى حسب رايك انت سافرتي كثير، وبتسافري على باريس وبتسافري على لندن وعلى ايطاليا، وحتى مع يعني المحليين، يعني مع المصريين قصدي، في كثير ممثلين مصريين ممكن يكون عندهم كثير طاقات،
واصلا الفيلم اللي عم مثل فيه هو في ممثل مصري اللي هو عمرو واكد. والله هذا فعلا خبر حلو جدا إيه؟ وجميل جدا، انه حتى الافلام الغربيه بدات تختار من الطاقات المحليه. شكرا نادين، وبتمنى لك الحظ ونراكم غدا ان شاء الله، بنشوفكم بكره في باب الشمس. تصبحوا على خير.